السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي معكم في هذا التسجيل إن شاء الله تعالى باش نتكلموا على بعض النقاط المهمة فيما يخص قضية الصحراء الغربية. وأعطينا كعنوان لهذا الفيديو المثل الحساني الذي يقول: الجزائريون والإخوة الصحراويون أعظم بلا مفصل. وراح نتكلم بطبيعة الحال على بعض الأحداث وعلى بعض الانتصارات اللي حققها الشعب الصحراوي بالدرجة الأولى وحلفائه. إذن الإخوان، أنا ما راح نجيب حاجة جديدة ولا راح نحلل ولا راح نجيب لكم أمور جديدة، راح نوضع بعض النقاط لعل وعسى الشباب والإخوة اللي يسمعوني يتفقوا معي ولا يخالفوني الرأي. أولا الإخوان كلكم سمعتوا، ما راح نجيب لكم شيء جديد ولا راح ندير لكم أنا السبق الإعلامي. راح نتكلم لكم على هذا اللقاء الأخير هذا اللي حضراته رؤساء الدول الأعضاء في هذا التنظيم اللي اسمه قدرة إقليم شمال إفريقيا. وكعادته المخزن وش راح يدير؟ هذه معروفة في علم النفس، لازم يخرج بعض الأبواق ويخرج بعض الناس باش يطمنوا الرأي العام المغربي، يعطيوهم البنج، نعطيهم ان بو دانستيزي باش يقولوا لهم باللي اجتماع ما عنده حتى قيمه، ولماذا ما حضرتش موريتانيا ولماذا ما حضرتش تونس الى اخره. وخرجوا بعض الابواق المحسوبين على المخابرات باش يديروا التحليل، حاشاكم التحليل، وتسمحوا لي بيتوين براكيتس كما يقولوا في بعض المكان، ما حبيش نوظف كلمات شويه شينه. هذا التحليل الدنيء اللي ما عنده حتى قيمه. اولا الاخوان تعرفوا باللي الان قضيه الصحراء خذت منحنى جديد. راح نتكلموا بكل صراحه، سواء بالنسبه للمنتظم الدولي بصفه عامه، بالنسبه للكبار في العالم. يعني اليوم اصبحت العلاقات الامريكيه في شمال افريقيا، ولا علاقات الصين، ولا علاقات روسيا، دائما فيها المعطى هذا اللي هو قضيه الصحراء. افريقيا كامله ولا شمال افريقيا ولا كل هذه الاماكن هذه، قضيه الصحراء لاي واحد يحلل سياسيا ولا بين قوسين اللي عنده ابجديات التحليل الاستراتيجي يفهم باللي قضيه الصحراء هي كما يقال حاجه مهمه جدا. الان بدون نقاش المغرب يواصل في سياسه الهروب للامام. المغرب نعرفوا باللي قضية الصحراء حسمت في ال75. هم حابين يقولوا بطريقتهم دخلنا للصحراء ودرنا ما يسمى الأمر الواقع، رغم أن محكمة العدل الدولي ما عطتناش سيادة، رغم أن كل العالم ما كان حتى لا تنظيم إقليمي ولا قانون يعطي للمغرب السيادة. إذا بطبيعة الحال مارسوا سياسة الهروب للأمان وسياسة العدو اللدود اللي هي الجزائر إلى آخره. هذا هو الحل الوحيد اللي بقى لهم، وما زالوا يمشيوا فيه ويحاولوا يخاطبوا به المنتظم الدولي. والآن القضية اختلفت تماما. تعال نرجع لهذا اللقاء اللي حضروا أولا السيد اللي هو رئيس الأركان الجيش التحريري الشعب الصحراوي، السيد محمد الولي عكيك، اللي حضر وكلكم شايفينه في اليمين على الصورة، موجود بعلم الجمهورية العربية الصحراوية والإخوة الليبيين ومصر. لكن كعادتهم هذاك المحلل خرج لهم المحلل النفار، اللي نسميه أنا النفار، هذوك النفافرية، هذاك تنفاريت، هو خبير في التنفاريت، حابب يهدد مصر وحب يهدد من قيمتها. مصر أقوى جيش في الترتيب اللي حطه جلوبال فاير باور، أقوى جيش عربي، أول جيش عربي هو مصر، ويليه بعده الجيش الجزائري. هذا نتكلموا عسكريا، نتكلموا الدخل القومي اقتصاديا،
اقتصاد مصر أقوى من اقتصاد الجزائر، اقتصاد الجزائر أقوى من اقتصاد المغرب. يعني إذا بغينا نتكلموا اقتصاديا وعسكريا والنفوذ السياسي، تعال نتكلموا الآن. لو نسألوا أي واحد شخص بسيط، وما تسألش هذو المحللين هذو، لأن هذو كذابين، هذو عندهم أجندة، يكذبوا مساكن على الدهماء، ويكذبوا على بعض الناس البسطاء، ويقولوا لهم احنا رانا دولة قوية إلى آخره. أولا مساحة مصر، مساحة الجزائر، قوة الجزائر العسكرية، قوة الجزائر الاقتصادية، وقوة مصر في النفوذ. النفوذ السياسي لمصر ما يتساوى مع المغرب، لا سواء في الجامعة العربية ولا في جامعة الدول العربية ولا في الاتحاد الإفريقي. مصر أقوى من المغرب بدون نقاش. ما يجيني واحد يكذب على نفسه، ولا مثل ما يفوجوا على أنفسهم في هذوك يجلسوا وفتحين له قانة للنفار باش يعطيهم هذاك ما يريدون. لأن في علم النفس الإنسان إذا عنده حاجة يكرهها ولا عنده عدو، وتجيب له خطاب تحاول تمس به ذلك العدو الذي يكرهه ولا ذلك الشيء اللي يكرهوش، وكأنه أعطيته جرعة أدرينالين، وكأنك يعني هديته. نفس الشيء يهديهم بهذا الأمر. سؤال اللي نطرحوه احنا: ما الذي يمنع مصر أن تمتنع عن الحضور في هذا اللقاء؟ هذا هو السؤال. لأنه هو حابب بين قوسين يبيع كلام للمغاربة باش يفوج عليهم. كان حتى حاجة يمنع مصر. لماذا مصر حضرت بالذات؟ كيف نقراو الحضور المصري؟ كيف نقراو وش هي الرسالة اللي تقدمها مصر للمغرب؟ أنا راح نقراها بطريقتي البسيطة جدا. ما نحاولش نقراها بأنه عداء موجه للمغرب. في السياسة كلمة العداء هذا ما عنده حتى معنى. هي أولا مصلحة مصرية، لأن مصر اليوم ترى مصلحتها في الجلوس مع الجزائر والجلوس مع الإخوة الصحراويين. لها مصلحة، بدون ما نكذبوا على حالنا. لو كانت مصلحة مصر تتهدد، وش توما أذكى من المصريين؟ يعني ما عندهمش ناس يحلوا ولا ناس يفهموا حتى يجيهم النفار ويوجه لهم يقول لهم باللي الجزائر بين قوسين، كما يوظف هذا العبارات اللي يوظفها هو، العبارات باحتراماتي لأهلنا في دكالة في 3 سيدي بنور، يقول لك الجزائر أقحمت مصر. يعني وكأنه يقلل من قيمة الساسة المصريين، وكأنهم أطفال صغار تأتي بهم إلى مكان ما ولا أي مكان وتضحك عليهم. يعني هذا النوع من الهزل وهذا النوع من الأشياء. لا، مصر ترى مصلحتها اليوم في الجزائر. وكين واحد الكلام أضحكني، هذا الكلام الإخوان يمارسوا هذا الشخص هذا، ألا وهو يتكلم في وقت من الأوقات قال لهم الجزائر معزولة. والله يا الإخوان بعض الأحيان يسأل الإنسان حاله ويتكلم، يقول صراحة هذا الشخص منين راه يجيب هذا الكلام؟ ولا بصفة عامة ماشي غير هو باش ما نركزوش عليه، منين راهم يجيبوا في هذا الكلام تاع العزلة للجزائر؟ قصدوا بالعزلة للجزائر يعني الجزائر ما كان لها لا زيارات تاع كما يقال شخصيات كبيرة، مسؤولين عسكريين، يعني ما كان حتى زيارة. فهمت؟ يعني هذا الشيء الغريب اللي نسمعوه صراحة، يعني مع احتراماتي للإخوان اللي يسمعوني، يعني أنا صراحة نستغرب. على كل حال، باش ما نضيعوش وقتنا، راح نسمعوا شوية من التحليلات البسيطة جدا. وأن الإخوان اليوم كلكم تعرفوا الأحداث الأخيرة هذه، الأحداث الأخيرة هذه اللي الآن عرفها العالم، والتغير الجذري وهذا الزلزال اللي وقع في الخليج العربي، واللي كانت وراءه العربية السعودية. يعني كانت وراءها العربية السعودية بإعادة علاقتها مع إيران، وضرب المخطط المغربي اللي كان حابب يلعب به، وهو أنه بحكم أنه أزال الستار على التطبيع التاريخي اللي كان مع الكيان الصهيوني. المغرب ماشي
ماشي كما يقولوا باللغة العربية جديد عليه التطبيع. المغرب منين كان وهو مطبع. يعني اليوم باش يجيني واحد اليوم يقول لي لا المغرب راهو طبع ولا حاجة، هذه الكلمة تقال للدول اللي هي حديثة العهد في التطبيع. أما المغرب فهو مطبع من قديم الزمان، يعني ماشي شيء جديد. إذا قبل ما نروح ونمشي شوية في هذا الكلام، حبيت نعطيكم واحد المعلومات البسيطة على هذا اللي يسميها المغرب، يسميهم العزلة الجزائرية. أنا قلت لعل وعسى نفهم الأشقاء في المغرب أن هذا الناس اللي يتكلموا لكم يكذبوا عليكم يا شباب. نعطيكم الزيارات اللي جو للجزائر إلا في هذه السنة الأخيرة. جنوب إفريقيا نتكلم لكم غير على بعض الزيارات العسكرية. الفريق الأول رودزاني مافوانيا، هذا قائد قوات الدفاع الوطني لجنوب إفريقيا، جا للجزائر. اسمعوا مليح يا شباب. نزيد نعطيكم هذه المجموعة تاع القادة هذو. جاء رئيس الأركان الجيوش الفرنسية، الفريق الأول تيري بوغارد، هذا جاء للجزائر. اسمعوا مليح العزلة فجنوب إفريقيا تيري بوغارد. شكون اللي زاد جاء هذا اللي اسمه اللواء مبارك سعيد غافان الجابري، رئيس المشارك للجنة الجزائرية الإماراتية للتعاون العسكري. اسمعوا مليح، هذه الجزائر راهي معزولة الإخوان. جاء الفريق الأول مايكل لانجلي، قائد الأفريكوم، جاء للجزائر. جاء الركن طيار سالم بن حمد بن عقيل النابت، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية. اسمعوا مليح الإخوان باش تعرفوا هذا الناس. جاء العميد الركن يوسف بن عبد الرحمن الطاسان، الرئيس المشارك للجنة الجزائرية السعودية للتعاون العسكري. هذا نتكلم لك غير على الإطارات العسكرية اللي جات في السنة هذه. جاي هذا تاع البريطانيين جيمس ستيفان هايبي، هذا ولك يقولوا له وزير الدولة المكلف بالقوات المسلحة البريطانية. ومن بعد زاد جاء نيكولاي باتروتشيف، هذا ولك يقولوا له أمين مجلس الأمن لفيدرالية روسيا، الأمن يعني أمين مجلس الأمن. ومن بعد نجيو شكون اللي تكلمنا عليه. جاء الفريق الأول محمد علي الحداد، رئيس هيئة الأركان العامة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية. ومن بعد تكلمنا على هذا اللي اسمه تاع جنوب إفريقيا. ومن بعد بلا ما نتكلموا على مجيء الوزيرة الإيطالية، على مجيء ماكرون، على مجيء الداخلية الجزائري إلى آخره. بالله عليكم يا أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أعطونا تراش بعض. ما عدا 2 ولا 3 من الأمريكان اللي جو، شكون اللي زاروا المغرب؟ ملك غائب 200 يوم في الأمور، واحد ما تحول معهم مشاكل مع الاتحاد الأوروبي، مشاكل هذه الاتحاد الأوروبي. ما نساوش قضية البرلمان والإدانة اللي أدانهم بيغاسوس، هذه مشاكل مع تونس، مشاكل مع موريتان، مشاكل مع الجزائر، مشاكل مع فرنسا إلى حد الآن. وقال لك ويكذب عليهم، يخرج عليهم يقول لهم الجزائر معزولة. احنا على كل حال معروفة القصة، عادي جدا الإخوان، احنا لازم نفهموها. السيد لازم بين قوسين يوظف الكذب، يوظف التدليس، يوظف كل ما شاء باش يحاول يقدم لهم البنج ويقدم لهم التخذير، باش يقول لهم احنا رانا بخير والجنرالات وشنقريحة وكذا وكذا والكبرانات والكراغيلة. وهذه الهدرة هذه اللي هي الهدرة السوقية، لأنهم في الواقع ما داروا حتى شيء في الواقع. لكن حتى واقع هكا اللي راح يثبت لهم شيء ولا من هذه الأمور. وما زالت الأشياء تضيق عليهم، ما زالت القضية تاع الإسبان، لأن الانتخابات الإسبانية راح تكون زلزال آخر. وهكذا تكتمل الحلقة ونشوفوا شكون اللي مغلوقة عليه. هل احنا عندنا مشاكل مع تونس؟ لا. هل عندنا مشاكل مع ليبيا؟ لا. هل عندنا مشاكل مع مصر؟ لا. هل عندنا مشاكل مع موريتان؟ لا. هل عندنا مشاكل مع النيجر؟ لا. هل عندنا مشاكل مع جنوب إفريقيا؟ لا. هل عندنا مشاكل مع إيران؟ لا. هل عندنا مشاكل مع سوريا؟ لا.
هما هذه كل المشاكل. داروا مشاكل في أمريكا اللاتينية، كلكم تتذكروا، راحوا جا ذاك المعارض الفنزويلي وأيدوه وعزفوا أن فنزويلا راح ترجع في عهد جديد، وداروا روحهم فتحوا له الأبواب، وفي آخر المطاف رجع الرئيس معززا مكرما، العلاقات بين فنزويلا والمغرب زفت. إذا هنا الإخوان باش نمشي شوية بعيدا في هذا الموضوع، قضية الصحراء مثل ما تكلمت لكم وقلت لكم اليوم، قضية الصحراء أصبحت هي المفتاح السحري لشمال إفريقيا، وكل دولة تريد الاستثمار وتريد دخول إفريقيا بدون مشاكل. الفرنسيين فهموا القصة، الفرنسيين انسحبوا، داروا عملية براخان، داروا كثير، انسحبوا من الدول الإفريقية. منطقة الساحل الجزائر اللي تحكم فيها، ماشي المغرب، ونقولها بكل جدارة، الجزائر اللي تتحكم في منطقة الساحل، الجزائر هي اللي تتحكم في شمال إفريقيا، ما عندك حتى تحكم. انت لجأت لإسرائيل وحاولت بين قوسين أن تستنجد عن طريق هذا الباب اللي استعملته منذ سنين، لكن حتى اليوم ما جبت حتى شيء من عند إسرائيل. حتى الاعتراف هذا اللي كنت تنتظره باش يخرج اعتراف رسمي من إسرائيل ما عندك والو. انتهينا. أمريكا واضحة القصة، أمريكا تدخل السفارة الأمريكية، تدخل الوزارة الخارجية الأمريكان يقولون بصريح العبارة: نحن نؤيد مساعي المبعوث الأممي للحل الأممي. الحل الأممي هو تقرير المصير، لأن الحل الأممي لو نقرأ في كل ما يسمى قرارات مجلس الأمن هو حل شوف احنا نتكلموا بأمانة، متفاوض مقبول من كلا الطرفين، لكن عطوا له الشرط يضمن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي حسب مواثيق أو ما يسمى الأمم المتحدة، وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة. إذن القضية واضحة. الآن تعال نشخص حال المغرب. تكلمنا أولا على وضعه بالنسبة للاتحاد الأوروبي، كل ما كانت تستعمل المخابرات المغربية باش تغطي على القرارات وتغطي على الأمور، وما زال قادمون ثانيتك العاصفة الكبرى فيما يخص تجديد اتفاقية الصيد، وهذه كلها ضربات تنزل عليهم. الملك تخلى على الحكم تماما، واضح الآن مريض تخلي على الحكم، جالس هو واصدقائه الإخوة زعيتر في الجابون، يأتي في يعني صراحة جاي باش ما يخليه شوية المينيموم، قالوا يحضر الدروس الحسنية. انتهينا. المغرب من يحكمه مثل ما يعرفوا ذلك الناس، عارفين من يحكموا علي الهمة، وهذا اللي اسمه ولد تازا، فهمتني، هذا تاع البوليس، وانتهينا. يعني المغرب اليوم أزمة اقتصادية، نسمعوا نجيب قصبي، نسمعوا لجؤوا لصندوق النقد الدولي، لو FMI. أنا ما شفت واحد ماشي لو FMI، ماشي لي زورجونس، ماشي الإنعاش، ويقول لهم احنا رانا بخير، غير جيب الديون. هذه واحدة. تكلمنا على الأمور. الأوضاع الداخلية، سمعنا التقارير تاع حقوق الإنسان. أولا التقرير السنوي الأمريكي اللي خرج هذاك مسؤول السجون السالك يعلق عليه ويقول باللي أمريكا يعني صراحة ما كانت منصفة في حقنا، تنزل علينا بهذا التقرير الثقيل. صحفيين أفواهم، واليوم جاتهم حتى الترتيب الأخير هذا تاع 144 في الترتيب بلا صحفيون بلا حدود. يعني أوضاع حقوق الإنسان زفت، الاقتصادية زفت، غلاء المعيشة، تضخم، وبطبيعة الحال قضية الصحراء ضيعوا فيها كل شيء. في حرب الصحراء متكتمين عليها، متكتمين على حرب الصحراء، يخرجوا بعض الأحيان يتكلموا يقول لك وعندنا الدرونات وإلى آخره. أنا أقولها، الشعب الصحراوي لو تجيبوا الدرونات وتجيبوا كل ما أملكتم من قوة ولا من السلاح لن تستطيعوا تهزموه، لأنه على حق وراح يهزمكم، ويهزمكم بقوة. والحرب هذه اللي راكم تتكتموا عليها راح تخرج، يعني لي ديتاي تاعها يخرجوا مثل ما خرجت بالأمس. إذن أنا أقول هنيئا للأخوة الصحراويين،
وأقول اليوم قضية الصحراء مثل ما تكلمت أصبحت المفتاح السحري، وكل الدول سواء الصين سواء الروس سواء الأمور. الآن السؤال الأخير باش نعطيو سيناريو للأشقاء المغاربة يفهموا، يقول لك يا داني وش انت حاقر أمريكا، وش انت حاقر هذا تاع المغرب، هذا راهو ماشي مع الإسرائيليين إلى آخرين، يعني راح يحود كسر عظم في المنطقة. احنا نمشيو لهذا السيناريو، احنا ما نحلوش مثل محل القرعة، فهمتني، ثلاث سيدي بالنور. احنا نتكلموا قال يكون فيها شد عظم. شكون اللي راح يكون في صف الصحراويين؟ راح نقولها بكل امانه. مستحيل تقول لي المغرب توقف مع امريكا وتزيد معاه الصين في التحليل السياسي، هذه انسى هذا الكلام، روح قولوا لهذاك الامي اللي راه يقرركم في هذا الكلام. يا اما تكون مع امريكا يا اما تكون في الحلف هذا اللي اسمه البريكس، والحلف هذه الامور هذه. يعني كاين حلف تقوده الصين وتقوده روسيا وفيه الجزائر مقدما. والآن ما تنساوش باللي أكبر حليف أيضا من حلفاء الشعب الصحراوي موجود في البريكس، ألا وهي جنوب إفريقيا. هذه ماشي دولة تستهين بها أنت يا مديون يا ضعيف اللي عندك 120 مليار دولار. مش راح تقدم أكثر من 120 مليار دولار؟ هذه لازم تفهمها. رحم الله امرئ عرف قدره. إذن هنا نفهم القصة. إذن هنا يوقع فيها كسر عظم بين المعسكر هذا اللي يسميه المعسكر الجديد، الحلف الجديد، والحلف التقليدي اللي هو أمريكا إسرائيل إلى آخره. حتى دول الخليج فهمت القصة، حتى الخليجيين اليوم مثلا تشوف زيارة رئيس مجلس النواب اللي وصل مجلس الشوري استغفر الله اللي جاء الجزائر، لماذا لم يزور المغرب؟ جاء هذاك في يسميه لافروف في زيارة مشى الموريتان، ما جاش عندكم من المغرب. إذا كانت العزلة للجزائر فصراحة نتمنى يشرح لنا وش هي العزلة. أما كلام هذاك تاع الزيادة وأنا تحليلاتي والجنرالات وشنقريحة وهذيك الأمور كيف تسميهم الكرغوليين إلى آخره، لأنكم انقضت عندكم ما بقى لكم ما دير، أفلستم. احنا في الجزائر كاين الواقع، ما بقاتش في الهضره دروك ديروا لنا حرب في الاعلام ولا دير حرب في اليوتيوب ولا تخرج قنوات ويخرج اي واحد مغرب ندير كاسكيطه برهوش وفاتح القناه ويقول لكم حضاري خبر عاجل الجزائر الجنرالات. لا، احنا نتكلموا على الواقع، الواقع على الارض. الجزائر ما عندهاش ديون، الجزائر افضل منكم في التنميه البشريه، الجزائر اقوى منكم عسكريا، الجزائر لها حلفاء اقوياء، الجزائر عزلتكم في شمال افريقيا، هذه الحقيقه. شتى تسأل تقول لهم لماذا ما حضرتش موريتان؟ أنا من في بلاصتك نستحي. موريتان تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية. القصة ماشي قصة. أنا بين قوسين كاين واحد الأخ مغربي أحييه قال واحد الجواب على هذا السؤال، قال لك أولا ما بغاتش تحس يعني كما يقولوا عندنا تأزم الأمور سياسيا، ما بغاتش أزمات. الإخوة الموريتانيون اعترفوا بالجمهورية العربية الصحراوية. واحد ما اعترف لك بالجمهورية العربية الصحراوية وما زلت تقول له لماذا ما تحضرش ولا تحضر ولا ما تحضرش؟ ما كان حتى شيء أكثر من هذا. الإخوة التونسيون كاين ربما مشاكل في تونس سياسية، ناس أذكياء يعرفوا كيف باش ما يحركوش هذه الأشياء هذه، لكن مصر كدولة قوية وإلى آخره بكل ما تملك من قوة وسياسيا حضرت، ماشي لأن الجزائر فرضت عليها باش تحضر. الدخل القومي لمصر اقوى من الجزائر، باش ما تدخلوش لانكم انتم بعض الاحيان المحللين تاعكم تافهين. اذا الاخوان الصحراويين والاخوه الجزائريين واللي يسمعونا العاقلين، قضيه الصحراء اليوم في المستقبل، انا صدقوني اعوذ بالله من كلمه انا، ارى ان استقلال الصحراء والانفراج قريب باذن الله تعالى. اشتم رائحه الانفراج، لكن حتى حل. ولا اذا مشى لان بقات الورقه الاخيره للمغرب وهي خلط الأوراق. وش نقصد بخلط الأوراق؟ لعل وعسى يقول لك المغرب ما بقات لي غير ندير حرب. ندير حرب، وهذه هي اللي راهو يقلبوا عليها مثل ما داروا له في القرقارات. بالله عليكم هل الإخوة الصحراويين راح يبقوا في القرقارات 70 سنة؟ لا. لماذا مشاو للقرقارات؟ مشاو للقرقارات باش يجيبوا هذا الأمي وهذا الغبي وجابوه. لما الاخر يهاجم يقول لك الجنرالات، ما تقدرش انت للسياسه وما تقدرش للاخوه في بوليزاريو. يشهد الله انا ما نمسح جوخ الواحد كما يقولوا اللبنانيين، ولا نلعق حذاء الواحد، ولا اتقاضى ريال من عند واحد، ومعروف ربما حتى المخابرات ديالكم يعرفوني.
ما عندي حتى علاقة. إخوة أحبهم في الله ووقف معهم. قضية الإخوة في بوليزاريو أذكى منكم، أذكى منكم مليار مرة، وحلفائهم أذكى منكم مليار مرة، يعرفوا كيف يسيروكم. ودائما نعطي مثال بسيط في هذاك المسكين الشاب سطوف مصطفى ولد سلمى، هذاك اللي جبتوه وضحكتوا عليه وفي آخر المطاف ويبيع الزريعة في موريتان. حبيتوا تدخلوه وتديروا له محاكمة وتجيبوا واحد صديقكم مثلا افوكا بلجيكي وتجيبوا واحد افوكا فرنسي صديقكم من هذوك اللي تفتحوا لهم الفنادق في مراكش والى اخره، وتجيبوهم وتديروا به حملة اعلامية. رجل صحراوي اراد ان يفعل كذا وكذا. قالوا لكم يا بويا لعبوا غيرها، كبوه لاحوا في الكبة وخلاكم واصبح نسيا منسيا ككل الكبات اللي التحقوا بكم. الكبات اللي التحقوا بكم أصبحوا نسيا منسيا، ألقيوا في مزابل التاريخ. إذن هذه هي القصة. اليوم قضية الصحراء تتصدر شمال إفريقيا، تتصدر العلاقات الدولية. نعم، العلاقات الدولية تتصدر. روسيا ما راح تمشي في صفكم، لا تكذبوا ولا يقول لك احنا عندنا علاقات مع روسيا وحنا نبيعوا لها الغازوال ولا نبيعوا لها الامور. ما تحللش السياسه بهذا الشكل كي يحلوها بالناس البسطاء. علاقات روسيا معروفه رغم انكم تكذبوا على حالكم. وش راح تفضل روسيا في علاقاتها الاستراتيجيه المغرب على الجزائر؟ راح تفضل الصين المغرب على الجزائر؟ يعني هذه غير نتكلم لكم بطريقة بسيطة. أنا ماني حاب ندخل في التحليلات المعقدة ولا نلبس عباءة المحللين السياسيين، يفهمها الإنسان بكل بساطة. إذن الصراع هذا اللي كاين في شمال إفريقيا اللي في بين الأمريكان والروس والصينيين وإفريقيا كاملة، سنرى من سينتصر فيه. إلى حد الآن اللي انتصروا فيه هو جنوب إفريقيا والجزائر. أما ذوك الحكايات تجيبوا لنا واحد الدولة موزوطوطو، والله ما نعرف بهم ولا نسمع بهم. جيبوا واحد الدول، مع احتراماتنا للأفارقة، تجيبوا واحد الدول غير مسموعين. ولا قصة هذيك اللي الآن صبحت لعبتوها مثل قصة العائدون. هذه قصة العائدون، كانوا يجيبوا بعض الإخوة سامحهم الله من الموريتان ولا بعض الناس يدوروا معهم كما يقولوا المغاربة، يعطيهم أموال ويدخلهم ويقول لك وعادة اليوم 20,000 واحد من الصحراء. هذه نتذكر هذه المسرحيات. ومن بعد دارت شويه خرجوا مسرحيات هذو اللي يسميهم القنصليات. كل مره يجيبوا لوحه يعلقوها بالمسامر في واحد الباب، يقول لك راهي فتحت قنصليه ليزوتو ولا واحد القنصليات، وكتبوا هذا الكلام. اذن الصحراء مغربيه لان القنصليات موجودين عندنا. لكن في حقيقه الامر هذا كله مثل ما تكلم رئيس الجمهوريه الجزائري ومثل ما قالها الوزير السابق، هذه كلها مسرحيات لا تسمن ولا تغني من جوع. كاين قانون دولي، قضية الصحراء تدرس في اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار. كاين هناك قوة كبيرة جدا للمنتظم الدولي من 2007. وانتم حابين تبيعوا هذا الحكم الذاتي، يبقاو بعض الأحيان يضحكوا معاكم. نراه حلا مناسبا، يبغي واحد يغازلكم عادي جدا في العلاقات، يقول لكم نراكم حلا مناسبا. كما ندعم حق تقرير المصير، حل أممي. كل الدول اللي تقول لكم ندعموا الحل الأممي. وش هو الحل الأممي؟ هي قرارات مجلس الأمن. الحل الأممي ماشي الحكم الذاتي. هل سمعت شي انت قرار حتى ولو كان حتى في هذاك القرار تاع مجلس الأمن يحاولوا بعض الأحيان يلمحوا، ونشكروا المغرب على الجهود ونشكروا بوليزاريو، هذه كلها يسميهم لي بريومبول. تعرف شو لي بريومبول؟ لأن القراءة معودكم المخزن تقراو الأشياء ألونفير، تقراوها مقلوبة. يعني لما نقولوا مقدمات الأشياء وبعض الأمور، لكن في القرارات الدولية كاين النقاط المهمة. النقاط عادة، النقطة المهمة هي حل متفاوض مقبول من كلا الطرفين تحت دائم وتحت سقف الأمم المتحدة يضمن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي. هذه كلمة حق تقرير مصير الشعب الصحراوي خفيفة في اللسان وثقيلة في الميزان، وهذا هو الشيء الذي يورقكم. هما إرهابيين، هم داخلين مع حزب الله، هم كذا وكذا. وضربت لكم العربية السعودية كل شيء في السفر. وثانيتك الإخوان باش تعرفوا بأنكم يعني حتى سياستكم ودبلوماسيتكم تساوي ريال، تساوي الشيء. شوف واش لعبتوا في سوريا، دائما تقفزوا على الأشياء وتبغيوا بين قوسين، لأنكم ما عندكمش نظرة ثاقبة وتشوفوا للأمام.
تشوفوا عند رجليكم. هاي رجعت الآن سوريا. نسيتوا وش قال لكم الجعفري في مجلس الأمن لما هاجموا هذاك العثماني وقال له هناك كذا وكذا؟ أكيد هاجموا العثماني ويتكلم، لكن قال له الناس اللي يركعوا إلى خير. هاي رجع الجعفري ورجعت سوريا. وقبل الوزير ديالكم بريويطة على وزن فعيويلة، قبل وهو مطعطع أنفه وساكت وخايف من العربية السعودية، خايف من كبار. شي انت داخل في سوق الكبار وانت داخل حميميل بحمارك في أسبوع الفرس؟ جاي انت وبعض الدول والمغرب يشترط عودة سوريا، وفي اخر المطاف درت الروح تتكلم على رجعوا نجمعوا الشمل وحنا اخوة الى اخره. قوالب 3 سيدي بالنور وقوالب جراج علال الى اخره. يا اخوة يا مغاربة، قضية الصحراء بإذن واحد أحد ماشية بإذن الله للنصر. والله لا أقولها هنا باش ندير بروباغندا ولا دير، الصحراء ماشية للنصر أحببتم أم كرهتم. ونزيد نقول لكم هذه المقولة، احنا والصحراويين عظم بلا مفصل، أحببتم أم كرهتم سنقف معهم سياسيا وعسكريا، ولن نتخلى عن الإخوة الصحراويين حتى يصلون إلى بر الأمان كما وصلت سفينة نوح بإذن واحد أحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.